بيكم في حلقة جديدة من هو مين قال. النهاردة موضوعنا مختلف شوية لكنه مهم جدا. مش لازم أكرر نفس الغلطات مع ولادي. يمكن كل واحد فينا اتربى في بيت فيه حاجات حلوة اتعلمها، وفي كمان أخطاء اتكررت عليه من غير ما يكون له ذنب. بس السؤال هنا، هل هنسلم إن الغلطات دي تتنقل جيل ورا جيل، ولا هنتوقف ونقول لأ كفاية لحد هنا؟ في ناس اتربت على الصوت العالي فكبرت وبتفتكر إن ده الطبيعي مع ولدها. في ناس أهلهم كانوا بيميزوا بين الإخوات فطلعوا شايلين غل من جوه. في ناس اتربت على إن العيب أهم من الغلط فبقوا يخافوا من كلام الناس أكتر من خوفهم من ربنا. لكن الحقيقة إن التربية مش لازم تكون نسخة بالكربون من اللي تربينا عليه. عندنا عقل وتجارب ووعي يخلينا نغير ونطور. زمان كان طبيعي جدا الأب أو الأم يمد إيده على عياله ويقول التربية كده، لكن النهاردة بقى عندنا علم نفسي وطب يثبت إن الضرب بيكسر شخصية الطفل وبيخلي عنده خوف أو عدوانية. يبقى ليه أكرر نفس الغلط وأقول أنا اتضربت وطلعت بني آدم كويس؟ يمكن تكون كويس من بره، لكن جوه فيك كسور محدش شايفها غيرك. كم حد فينا سمع جملة انتي البنت الكبيرة لازم تشيل المسؤولية، أو انت الولد الكبير لازم تعيل اخواتك؟ وكم بنت سمعت جملة انتي بنت ملكيش رأي؟ الحاجات دي بتعمل عائد كبيرة، والنتيجة جيل طالع ناقم أو مهزوز. يبقى ليه أكرر نفس الغلط ده مع ولادي؟ ليه ما كنش أنا البداية لعدل ومساواة حقيقية بينهم؟ أهل كتير ربوا ولادهم على إن المهم الناس تقول عليكوا كويسين حتى لو البيت جوه مليان مشاكل. البنت لازم تكمل جوازها حتى لو مش مرتاحة علشان العيب. الولد لازم يدخل كلية معينة علشان الناس ما تقولش فشل. يبقى النتيجة جيل كامل عايش للناس مش لنفسه. لكن الحقيقة اللي هيتحاسب هو أنا وولادي مش الناس. الفرق بيننا وبين أهلنا إن عندنا دلوقتي فرص معرفة أكتر. علم التربية بيقول إيه؟ الدين الحقيقي بيقول إيه؟ الطب النفسي بيشرح تأثير كل كلمة وتصرف. يعني مفيش عذر إننا نكرر نفس الغلطات. أول حاجة، نعترف إن اللي تربينا عليه مش كله صح. تاني حاجة، نراجع سلوكياتنا مع ولادنا ونشوف إيه اللي محتاج يتغير. تالت حاجة، نستبدل الغلط بالصحيح. بدل الضرب حوار وفهم، بدل التمييز عدل ومساواة، بدل العيب الحرام والحلال، بدل كبت المشاعر احتواء وتفريغ. لو ابنك رجع بدرجات قليلة، بدل ما تهينه تعال نشوف ايه اللي صعب عليك ونحاول نصلحه. لو بنتك عايزة تعبر عن رأيها، ما تقطعهاش وتقول اسكتي انتي صغيرة. اسمعها حتى لو مش هتاخد بكلامها كله. لو ابنك بيعيط، ما تقولش انت راجل والراجل ما يعيطش. قوله البكاء طبيعي، بس تعال نشوف ايه اللي مضايقك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضربش طفل ولا ست طول حياته. كان يسمع للأطفال ويهزر معاهم، وكان يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. يبقى لو الدين نفسه ضد القسوة والتكرار الأعمى للغلط، إحنا ليه مصرين نمشي في نفس السكة؟ في ناس تقول أنا لو ما ربيتش ولادي زي ما تربيت هيطلعوا فاسدين. لأ، العكس، التغيير مش ضعف، دي شجاعة مش ضعف. مش لازم أكرر نفس الغلطات مع ولادي. اللي اتعامل فيا مش بالضرورة يتعامل فيهم. أنا ممكن أكون نقطة تحول، أزرع فيهم الحب بدل الخوف، الحوار بدل الضرب، الرحمة بدل القسوة. وأفضل دليل إن ربنا وهبني عقل ووعي علشان أتعلم واختار الصح. واسأل نفسك دايما، هو مين قال؟